الفيديو ده انتشر بعنوان انه اول زومبي ظهر في المنوفيه، والمشكله مش هنا، المشكله في اللي هقول لك عليه بعد كده. اللي ظهر في الفيديو ان واحده شكلها غريب وتصرفاتها غريبه جدا واقفه فوق كبوت عربيه، وكل الشباب اللي جوه العربيه بيحاولوا ان هم ينزلوها ومش عارفين، ومنهم ناس من الشباب اللي جوه بيقولوا للناس اللي بره حد يحاول يزقها وحد يحاول يبعدها عن العربيه، ولا شاب منهم اتحرك من العربيه او نزل علشان يتصرف. كلهم كانوا قلقانين جدا وقافلين العربيه عليهم، وهي لسه فوق العربيه وبتحاول انها تعمل حركات غريبه واصوات غريبه وهم قلقانين من الاصوات دي. ده اللي ظهر في الفيديو قدامنا، وانتشر الفيديو ده على انه اول حاله زومبي ظهرت والناس كانت قلقانه منها. بس المشكله مش هنا، المشكله ان الناس خدتها في حته انها كوميديا او ضحك او واحده بتحاول تهزر، او حتى لو هم عاملين مقلب والشباب اللي جوه بيهزروا او بيضحكوا على الحاله اللي بره. بس الحقيقه في الموضوع والمشكله الكبيره انه الحاله دي اكيد من ضمن حالات كتير بدانا نشوفها اليومين دول بتعاني بسبب الادمان او الحاجات الغريبه اللي هم بداوا ياخدوها اليومين دول، وبتظهر على ناس كتير من الشباب اللي موجودين في الشارع قدامنا من غير اي قلق او كسوف، وبقت الحاجات دي تظهر قدام الناس عادي جدا. وفعلا في الفيديو ده البنت دي فضلت موجوده على كبوت العربيه ومحدش عارف ينزلها، والناس اللي جوه قلقانه جدا منها لدرجه ان واحد فيهم كان شبه ان هو هيعيط خلاص بسبب البنت دي. فطبعا انا مستني رايك على الفيديو ده بسبب البنت دي او بسبب ناس كتير من الشباب اللي موجودين اليومين دول في الشارع ممكن يكونوا بياخدوا حاجات بتاثر عليهم وبتخلي حالتهم شبه الحاله دي. هل انت شفت حالات زي كده الفتره اللي فاتت وشايف ان الحل في المواضيع اللي زي كده ايه بالظبط؟ وطبعا شباب كتير جدا مغيبين وممكن يكونوا بياخدوا حاجات زي كده تعمل فيهم اكتر من كده وبنشوفهم قدام عينينا. مستني رايك ضروري في الكومنتات.